في أحد الأحياء الهادئة كان يعيش طفل اسمه آدم. طفل عادي جدا، يحب اللعب ويقضي أغلب وقته في غرفته الصغيرة. لكن في ليلة من الليالي حدث شيء غير حياته بالكامل. بينما كان يرتب غرفته، لاحظ شيئا غريبا خلف خزانته القديمة. خط رفيع في الجدار لم يكن موجودا من قبل. اقترب أكثر ولمس المكان بيده، وفجأة سمع صوتا خفيفا طقطقة كأن شيئا يتحرك داخل الجدار. دفع الخزانة بكل قوته، وفجأة ظهر باب صغير لم يكن موجودا من قبل. باب خشبي قديم عليه نقوش غريبة ومقبض معدني بارد جدا. تجمد آدم في مكانه. هل كان هذا موجودا طوال الوقت أم أنه ظهر الآن فقط؟ بعد لحظات من التردد مد يده وفتح الباب، وفي تلك اللحظة اختفى كل شيء: الغرفة، السرير، الضوء، وأصبح أمامه نفق طويل مضيء بلون أزرق غريب. تردد قليلا ثم دخل، وبمجرد أن خطى خطوة واحدة أغلق الباب خلفه. بدأ يركض في النفق، لكن الجدران كانت تتغير. صور قديمة تظهر وتختفي، أصوات أطفال يضحكون ثم تختفي فجأة، حتى وصل إلى نهاية النفق. هناك وجد مدينة صغيرة، لكنها ليست مدينة عادية. كل شيء فيها مصنوع من أشياء لا يمكن تخيلها: كتب تطير في السماء، وساعات تمشي بدل الناس، وأشجار تلمع كالذهب. وفجأة ظهر طفل آخر من نفس عمره وقال له: أخيراً وصلت، كنا ننتظرك منذ سنوات. تفاجأ آدم وقال: تنتظرونني أنا؟ أجابه الطفل: هذا الباب لا يظهر إلا لشخص واحد في الجيل، شخص لديه قلب شجاع ونقي. بدأ آدم يتجول في هذه المدينة الغريبة، واكتشف أن هناك مشكلة كبيرة. مصدر الطاقة في المدينة، بلورة الضوء، بدأ يضعف، وإذا اختفى تماماً ستختفي المدينة كلها. لكن المشكلة أن البلورة لا يمكن إصلاحها إلا من شخص من العالم الحقيقي. نظر الجميع إلى آدم. في البداية خاف، هو مجرد طفل عادي، كيف يمكنه إنقاذ مدينة كاملة؟ لكن شيئاً بداخله تغير. قرر أن يحاول. دخل إلى غرفة البلورة. كانت تلمع بشكل ضعيف جداً، وكأنها تموت. تذكر الشجاعة وتذكر عدم الاستسلام، ثم وضع يده على البلورة وقال بصوت مرتجف: أنا لا أعرف إذا كنت أستطيع، لكنني لن أترككم تختفون. وفجأة بدأت البلورة تتوهج أكثر فأكثر. عاد الضوء بقوة، وارتفعت المدينة كلها من جديد. ابتسم الجميع، وقال الطفل الغريب: لقد أنقذت عالمنا، والآن حان وقت العودة. فتح الباب مرة أخرى، وعاد آدم إلى غرفته وكأن شيئاً لم يحدث. الخزانة في مكانها، الجدار عادي، لا يوجد أي باب. لكن في يده كان هناك شيء صغير، قطعة بلورية مضيئة. ابتسم آدم وقال في نفسه: إذن لم يكن حلماً. ومنذ ذلك اليوم كان ينتظر فقط ليوم يظهر فيه الباب مرة أخرى.